أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. والنهاردة جايين نتكلم على صفقة انتقال زيزو من الزمالك للأهلي ورد فعلي أنا كزملكاوي، وشوية كلام عندي عايز أقوله على الموضوع ده لأن حاسس إن الكلام كتير قوي الفترة الأخيرة دي. هو موضوع كبير، مش بقول لك أنا جاي أتكلم عليه إن هو موضوع تافه ولا موضوع صغير فإن إن إحنا مدينه أكبر من حجمه، لا دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. وحتى كان امبارح كان حازم إمام عامل انترفيو كان بيقول ان هو لما جه يبطل كان في شيكابالا، فاللي هو ايه الشخص اللي هيشيل النادي بعد كده. شيكابالا دلوقتي هو بيبطل، احنا كزملكاويه باصين على زيزو ان هو اللي ما بعد شيكابالا، من حيث طبعا هو شيكابالا بقاله فتره ما بيلعبش قوي يعني، وزيزو هو اللي شايل الفريق. بس انا قصدي فكره ان هو يكون هو ده رمز الزمالك، هو ده لاعب نادي الزمالك، فبتوجع وبتقهر وبتعصب الواحد. وممكن رغم ان انا ضد ان اي واحد يغلط في اي حد، بس ممكن تعصب حد لدرجه ان هو يغلط. فالموضوع كبير، الموضوع مش صغير، ولكن عندي شويه كلام عايز اتكلم فيه في الحوار ده. عايز اقول لكم رايي في شويه حاجات، وبالمره برضو بصراحه عشان ابقى صادق جدا معاكم، رغم ان انا عاده مش بحب اتكلم قوي على الكره المصريه لان بحس ان هي فيها تعصب كبير جدا ومحدش عايز يسمع حد. لكن المره دي انا عايز اسمع رايكم فعلا، سواء انت بتتفرج عليا زملكاوي اهلاوي، او لو انت بتتفرج عليا مالكش في الكره المصريه اساسا، مثلا من اي دوله تانية في الشرق الاوسط مهتم بالكره المصريه. عايز اسمع رايكم. لو انتوا يعني انت لو انت كزملكاوي انت حاسس بايه، ولو انت مكان واحد من الزملكاويه غالبا هتبقى شايف الموضوع ازاي. هل انت متضايق اكتر من الاداره اللي ما عرفتش ان هي طالما كده كده مش عارفين تجددوا له، كنتوا تبيعوه من 6 شهور، كنتوا تبيعوه من سنه وتدخلوا فلوس النادي، ولا انت كنت شايف ان المفروض فعلا الاداره تحاول لغايه اخر لحظه ولو هو طلع خاين يبقى هو طلع خاين؟ فعايز اسمع رايكم تحت في الكومنتات. ما تنسوش برضه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نتكلم على رايي انا في الموضوع. و يعني هحاول ان انا ما اتعصبش أوي. بصوا يا جماعه، اول حاجه عايز اتكلم فيها ان هل احنا كزملكاويه، او بلاش مش عايز اتكلم حتى بالنيابه على الزملكاويه، انا عايز اتكلم على نفسي انا كزملكاوي. هل انا شايف ان زيزو خان؟ زيزو خان. هل انا متعاطف مع زيزو؟ خالص بتاتا. انا عارف ان هو عايز الناس تتعاطف معاه، وعارف ان هو عايز الناس تشوف ان هو ده اخر عقد ده اخر فلوس هاخدها في عقدي، او اخر كونتراكت كبير في عقدي في حياتي كلاعب كوره، فانا مهتم جدا بالفلوس. بس معلش يا معلم، مع كامل احترامي ما تروحش الغريم بتاعي للفريق اللي بينافسني. وهتقول لي ان احنا ما بننافسش الاهلي والاهلي في حته ثانيه، ماشي يا عم، بس انت فاهم قصدي، قطبي الكره المصريه وكل الكلام ده. فانت بتجرحني يعني، حتى لو احنا في فتره دلوقتي الاهلي اعلى مننا بكتير، انت كمان يعني شوف انت وانت موجود معانا الاهلي اعلى مننا بكتير، فانت قررت انت كافضل لاعب عندنا في النادي تروح للفريق اللي ضد ده وتعزز قوته اكتر واكتر وتضعفنا احنا اكتر واكتر. فالموضوع بالنسبه لي كزملكاوي بكل تاكيد، من غير ما اجرح في حد، من غير ما اغلط في حد، من غير ما اشتم في حد، انا مش مبسوط. ولكن في موجه كده انا شايفها، وهو ان جمهور الاهلي فاكر، يعني ممكن يكون في بعض الزملكاويه قالوا كده، بس انا عن نفسي ما شفتش اي زملكاوي بيتكلم على جمهور الاهلي ولا النادي الاهلي، لان انا مش حاسس ان الاهلي عمل اي حاجه غلط. بالعكس يعني، انا فعلا عايز اصدق في حته ان انا لو اهلاوي بقى تعالى نعكس الدنيا، انا هبقى فرحان جدا بالصفقه دي. اكيد انا اشتريت افضل لاعب في مصر بشكل كبير، ممكن نتفق نختلف، بس بشكل كبير في اخر سنتين ثلاثه افضل لاعب في مصر خدته من الفريق اللي عاده بيبقى ضدي او غريمي وضميته عندي في الفريق. وانا اساسا كان عندي مشكله في الوينجات، هيبقى دلوقتي عندي بن شرقي، هيبقى جاي لي تريزيجيه قبل كاس العالم للانديه، هيبقى جاي لي زيزو، هتبقى الحته دي بالنسبه لي، وعندي سترايكر ممتاز، هتبقى الحته دي بالنسبه لي مليانه بالنجوم، وقيمه النادي هتعلى، قيمه الاعلانات هتعلى، الفلوس اللي هتدخل النادي من الحاجات دي هتعلى، كل الحاجات دي. شابوه لاداره الاهلي، شابوه لجمهور الاهلي، طبعا اكيد مبسوط. فانا كزملكاوي مش شايف انهم عملوا اي حاجه غلط، بالعكس هم استغلوا الفرصه. دلوقتي لما كانوا بيتكلموا ان هم عايزين يدخلوا ويحاولوا ياخدوا الونش، ما عرفوش طبعا ان الونش جدد، بس ايا كان حتى فكره المحاوله طبيعي، الونش مدافع كويس جدا، لو تقدر انت تسرقه من الزمالك ادخل واسرقه، مفيش اي مشكله. انا حتى كنت زمان وانا صغير لما كنا بنتكلم على فكره ان الاهلي فضى فرقه الاسماعيلي، دي حقيقه، هو فعلا فضى فرقه الاسماعيلي، بس هو في سؤال، هل الاهلي غلطان في ده؟ هل الاهلي لما لقى عنده فرصه ان هو يعمل شيء زي ده في فرقه تاريخيه عظيمه زي فرقه الاسماعيلي في بدايه الالفينات، هل هو كان غلطان انه يعمل كده؟
ما هو الموضوع طلع فعلا صح. ما هو لما فضل الفرقه دي واخدهم كلهم عنده، وبعد كده كسب افريقيا واحتكر الدوري وعمل كل الكلام اللي يبين ان هم كانت الفيجن بتاعتهم صح، ان اللعيبه دي تنفع في النادي الاهلي، اللعيبه دي هي اللي هتنجحنا. وكانت الفتره دي كانت مهمه جدا ان النادي يصحح فيها اوضاعه، لان كان الزمالك قعد في ما بين 2000 ل 2004 4 سنين كسب 3 دوري، والاسماعيلي اخد دوري، فالاهلي قاعد بتاع 4 5 سنين ما بيكسبش اي حاجه، قصدي يعني كدوري مصري. فمن ناحيه جمهور الاهلي، من ناحيه الاداره بتاعت الاهلي، انا مش شايف لما انتوا غلطانين في اي شيء خالص خالص خالص، وما بنجيبش سيرتكم نهائي في الموضوع ده. لان انا برضو شفت بعض جماهير الاهلي بتقول لك اللي هو ايه، انتوا متضايقين من ايه؟ ما هو برضو انتوا عملتوها مع عبد الله السعيد، ما هو بيراميدز عملها مع رمضان صبحي. ارجع وافكرك معلش يا جماعه مع كامل احترامي، اللي بنعمله دلوقتي احنا في زيزو من الهجوم عليه ما يجيش ربع ايه، ما يجيش نقطه في بحر اللي اتعمل في رمضان صبحي لما هو قرر يسيب الاهلي، لما قرر ان هو يروح بيراميدز. ساعتها الواد اتقطع. مش بقول لك انت ما كنتش غلطان، او سوري ما بقولش انت كنت غلطان او ما كنتش ينفع تعمل الكلام ده، انا كده كده ضد التجريح والشتيمه. لكن هل في وقتها انا ما كنتش شايف ان جمهور الاهلي عنده حق ان هو يبقى متضايق من رمضان؟ 100%. احنا كبرناك، انت عمال تعمل اعلانات وابن النادي، وان انت من ناشئين الاهلي، وان انت ساعدناك ان انت تروح تحترف بفلوس. انت كنا ممكن ناخد من الانديه فلوس اكتر من كده، لكن ساعدناك عشان انت كنت عايز تحترف. ولما ترجع او لما قدرتش تلعب هناك جبناك اعاره عشان نرجعك تاني للمنتخب، وان احنا نحافظ عليك، وان انت حتى وريناك ان احنا شارينك حتى لو مش عايز تكمل في الاحتراف وعايز ترجع مصر، الاهلي موجود. وفي الاخر رحت بيراميدز. فمن حق طبعا الاداره ومن حق الاهلاويه ان هم كانوا يتضايقوا من حاجه زي كده. فكل اللي انا بقوله بس يا جماعه تفهموا وجهه نظرنا احنا، تفهموا زعلنا احنا كزملكاويه، زعلانين من حركه زيزو، زعلانين ان هو كلاعب مهم جدا للنادي بتاعنا قرر ان هو يسيبنا. ومش بس يسيبنا، ده قرر ان هو يروح لاكتر فريق احنا مش عايزين نلعب فيه. يعني لو كانت الحركه اللي زيزو عملها دي بعد كده راح السعوديه ولا راح الامارات ولا راح قطر ولا راح خد له شويه فلوس، كنا ساعتها نقول ايه؟ فعلا اهي فلوس، حاجه بيامن مستقبله بتاع، ماشي. حركه مش لذيذه ان الزمالك كنادي ما يستفيدش منه ماديا، بس تمام اهو راح يلعب في حته تانية. بلاش يا سيدي حتى لو بعديها بسنتين 3 زي ما بن شرقي عمل، بعديها يقوم راجع على مصر يلعب حتى في الاهلي، والله ما كانت هتوجع بنفس الطريقه. لان على الاقل احنا كنا ساعتها هنشوف ان خلاص زيزو مشي، بنينا الفريق من بعديه، وبعد كده نشوفه بقى ان هو يرجع الاهلي ايا كان. هيبقى الموضوع مش بنفس الوجع، هتوجع زي ما بن شرقي وجعت، بس موضوع فكره ان انت موجود معانا في النادي وبتنزل بيان بتقول فيه ان انت محترم الكيان اللي انت فيه، ولغايه اخر يوم في عقدك، لغايه اخر يوم في الكونفدراليه انت مع الزمالك وبتدي فرصه للاداره، وانت اساسا ماضي مع الاهلي بقالك شهر. انت بتكذب علني، بتوجع بكل تاكيد بتوجع. ما تقوليش ان انت كزملكاوي، او لو كنت انت مكان اي زملكاوي ما كنتش هتزعل من حاجه زي كده، ما كنتش تتوجع من حاجه زي كده. زيزو ده يا جماعه احنا بنتكلم عليه ان هو قريب جدا كان هيبقى واحد من كباتن الزمالك اذا ما كانش كابتن اوريدي. الجمهور عظم جدا 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 من شأنه. في احيان الجمهور شتمك في بعض الاوقات، بس مع كامل احترامي يا زيزو انت ما اتعملش معاك اي حاجه مقارنه باللي كان بيتعمل زمان. انت فاكر يعني لما تروح الاهلي وتقعد فتره ما تلعبش كويس الجمهور هيطبطب عليك؟ ما هو نفس الكالتشر، وهو نفس الناس، وهم نفس العقليه اللي موجوده في مصر بحبها للكيان بتاعها، بطريقه تعبيرها عن حبها، موجود في الزمالك وموجود في الاهلي. مفيش اي حاجه مختلفه، بس هو الموضوع كان على مزاجك. انت شفتها ان هي حجه تقول بيها السبب ان انت رحت بيها الاهلي، لكن للاسف الكلام ده مش هياكل معانا. لان زي ما انا عارف وانت عارف وكل الناس عارفه، انت اهلاوي من وانت صغير، وانت عايز تلعب في الاهلي من زمان. حقك، روح العب في الاهلي، انبسط يا سيدي. انا بقول لك من دلوقتي اهو متاكد مليون في المية هتكسب بطولات بالهبل معاهم، وهتكسب بطولات اكتر من اللي كنت هتكسبها مع الزمالك يا سيدي، وده للكارير بتاعك افضل، وهتاخد فلوس اكتر وكل الكلام ده. مش ده حقك. ممكن انا كمان يبقى حقي ان انا ما بقاش طايقك، ان انا اكون مجروح منك، ان انا اكون متضايق منك. اظن ده حقي، دي ابسط حقوقي. على الاقل انا هتضايق ومش هستفيد اي حاجه، انت هتتضايق شويه من الكلام اللي انا هقوله او من بعض الناس اللي هيقولوه، وهتاخد ملايين وهتاخد بطولات وهتاخد كارير احسن، وفي جمهور تاني هيبدا يحبك دلوقتي. يا سيدي مبروك عليك. انا اللي طلعت في الحوار ده كله، انا اللي خسران، انا اللي متضايق ان انا اتعلقت بيك وافتكرتك ان انت فعلا اللاعب اللي ما بعد حازم امام، ما بعد شيكابالا، ما بعد الناس دي. هتقول لي ما شيكابالا هو صغير مضى قبل كده في الاهلي. انا ما بقولكش ان مفيش لاعب من الحاجات دي ما غلطوش، انا ما بقولش حاجه زي كده. شيكابالا على مدار السنين ياما غلط، ياما اثر مع الزمالك، ياما كان البوتنشال بتاعه يبقى احسن من كده ويكون قائد معانا افضل من كده. انا ما بقولش ان هو بيرفكت،
ما جبتش سيره الموضوع ده خالص، لكن لو كان راح الاهلي بكل تاكيد كنت هزعل اكتر من كده، ولكن ده ما حصلش لان هو جه في اخر لحظه ما قدرش ان هو يعملها. فالفرق هو ان انت مضيت، الفرق ان انت بتلعب مع الزمالك، الفرق ان انت بتجيب جون وبتحتفل مع الجمهور وبتعمل يو كانوت سي مي، وافتكرت ان احنا انت معانا، طلعت ان انت بتقولها لنا كرساله ضمنيه كده ان انت مش معانا وان انت محدش شايفك او ان احنا مش هنشوفك قريب جدا وهتروح الاهلي. فالموضوع بيوجع، وبصراحه يا جماعه انا مش مبسوط، والموضوع هيأثر فيا لفتره كبيره بعد كده. وزي ما بقول لكم حقه ان هو ياخد خطوه زي دي. ممكن تكون حتى لو انت بره منظومه خالص، ممكن لو انت مش اهلاوي، لو انت مش زملكاوي، لو انت متابعنا من بره مصر هتقول والله انا شايف ان دي حركه حلوه جدا لزيزو ككارير، لو هنفكر فيها بروفيشنال جدا، هياخد فلوس اكتر، هيلعب في كاس العالم للانديه، عنده فرص اكبر ان هو ينافس كل سنه على دوري ابطال افريقيا، كل الكلام ده تمام معاك مليون في المية. شعبيه اكبر يا سيدي، ما هو شعبيه الاهلي اكتر من الزمالك في مصر، كل ده معاك. بس زي ما ده حقه فاحنا حقنا احنا كمان كزملكاويه نزعل منه وما نبقاش زي ما بقول لك مش عارف افكر في اي كلمه ده، مش طايقينه يعني. ده حتى مش زعل، احنا مش قادرين نبص في وشه، مش قادرين. الموضوع صعب بالنسبه لنا، توجع. انا هقولها لك كده، توجع زي ما في وجعت جمهور برشلونه. ولما تيجي تلعب بعد كده بنلعب ماتش اهلي وزمالك الجمهور هيصفر عليك وده حقهم. ياما الجمهور سقف لك وياما الجمهور شجعك لما انت تدخلنا بالطريقه دي. ده اقل واجب، دي اقل حاجه ممكن تتعمل. فده مش هطول الفيديو اكتر من كده، ده كان رايي على موضوع صفقه زيزو. قولي تحت في الكومنتات انتوا ايه رايكم في الحوار ده. انا الفتره اللي جايه عايز ارجع انزل فيديوهات ثانيه، وعايز ارجع اتكلم في مواضيع شائكه اكتر، سواء في كوره في مصر او بره مصر او كل الكلام ده. وعايز اطلع لايف ستريمز بشكل اكبر، سواء نتفرج على ماتشات زمالك مع بعض، نتفرج على ماتشات تشيلسي مع بعض، نتفرج على ماتشات صلاح، نتفرج على ماتشات مرموش. عايز نطلع ان احنا نزود من الحاجات دي اكتر واكتر، وعايز ننزل حلقات اكتر لايف رياكشنز. يعني عايز انشط القناه اكتر الفتره اللي جايه دي. فلو انتوا حابين حاجه زي كده قولوا لي افكار فيديوهات تحبوا تشوفوها الفتره اللي جايه او محتوى معين عايزين تشوفوه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا جدا لدعمكم. قولوا لي تحت في الكومنتات رايكم في الصفقه دي، شايفينها ازاي. واشوفكم الحلقه اللي جايه. كان معكم عمر حسين، سلام.